Welcome to my channel, Stories by Dida. Enjoy and subscribe. طب بتعيطي ليه؟ أنا معرفش بصراحة أجيب لك أكل منين. تاخدي بونبوني؟ لا ده انت كده مش هتقدري تمضغيه، ما عندكيش أسنان. استني كده ادور لك على أكل كده في المكان، جايز الاقي لك حاجة واقعة تاكليها. بصي لقيت ايه؟ يلا افتحي بقك، خدي يا نانا. ايه يا بنتي؟ وسعي كده من الطريق، وبعدين كنت هتوقعيني بحاجات الكتير اللي انت مكركباها دي. انا اسفة معلش. هو انت ايه اللي مقعدك كده في نص الشارع؟ ده ايه الناس دي؟ استني بس لما نشوف حاجاتها. هو انت قاعدة كده ليه؟ انا ما عنديش بيت اقعد فيه، وبربي اختي الصغيرة هنا في الشارع. ايه؟ هنا في الشارع؟ ايوه، انا ماليش مكان بس غير هنا. ودلوقتي بقى عرفتوا الفرق بين الهاء المربوطة والتاء المربوطة. ايه ده؟ نوجا، انتي سرحانة في ايه؟ قوليلي بقى انا كنت بقول ايه دلوقتي؟ معلش يا مس، انا ما سمعتش حضرتك. ياه، للدرجة دي مش مركزة معايا يا نوجا؟ ايه بس اللي مخليكي سرحانة قوي كده؟ ايه عندك مشكلة ممكن اساعدك فيها؟ انا زعلانة قوي يا مس، وانا جاية هنا المدرسة لقيت بنت واختها الصغيرة لسه نانا خالص قاعدين في الشارع وما عندهمش بيت يعيشوا فيه. صعبانين عليا جدا، بياكلوا ازاي وبيشربوا منين وبيناموا ازاي كده في الشارع؟ والله حرام. والله عندك حق، دي حاجة تزعل قوي. طيب خليني كده اروح معاكي النهاردة بعد المدرسة وتوريني بس هم قاعدين فين، وانا هشوف هقدر اساعدهم ازاي. بجد يا مس تقدري تساعديهم فعلا؟ هشوف يا حبيبتي، ربنا يقدرني واعمل حاجة اقدر اساعدهم بيها. ماشي يا مس، هوديكي واعرفك هم قاعدين فين بالظبط. ازيكم يا حلوين؟ ما تخافيش يا روز، دي المدرسة اللي بتديني في الفصل، هي جاية عشان تساعدكم. ها احكيلي بقى، ايه اللي مخليكوا تقعدوا كده في الشارع؟ والله يا مس مش بمزاجنا، حصلت حادثة لبابا وماما واصحاب البيت طردونا، علشان طبعا بعد ما بابا وماما ماتوا مبقاش معانا فلوس ندفع الايجار. ناس ما عندهاش رحمة. طب قوليلي يا روز، انتي بتعرفي تعملي ايه؟ يعني انتي ممكن تعرفي تنضفي تمسحي الارض مثلا؟ ايوه طبعا اقدر، ده شاطرة جدا في التنظيف. طب ده كده كويس قوي. احنا اصلا كنا محتاجين بنات في المدرسة تشتغل، هتقدري تيجي وتشتغلي معانا؟ ايوه طبعا يا ريت، ده بقالي كتير بدور على شغل، وكل لما اخش مكان عشان اشتغل فيه يقعدوا يقولولي ان انا لسه صغيرة ومحدش فيهم راضي يشغلني خالص. شكرا يا مس، قوليلي اقدر ابدأ من امتى وانا هاجي فورا. شكلك كده بنوتة شطورة وهتشرفيني. انتي ممكن تيجي من بكرة على فكرة، وكمان في شقة جنب المدرسة، تعالي اقعدي فيها وانا هساعدك وهدفعلك فلوس الايجار بتاعها. بجد شكرا يا مس، حضرتك طيبة جدا. يلا يا ياسمين، مش هنقعد تاني في الشارع ابدا. اي دي مساحة تقيلة قوي، وكمان طويلة، حاسة اني مش عارفة امسكها كويس. بس لا، انا هحاول احافظ على الوظيفة دي. انا ما ينفعش اختي تطلع كده زيي وتبقى مش متعلمة، انا لازم اخليها تتعلم ومتبقاش اقل من اي حد هنا في المدرسة. انا هشتغل واصرف عليها لحد ما تكبر وتاخد كلية كمان. خدي يا ياسمين شنطتك، انا جهزتلك سندوتشاتك وكتبك وكل حاجة. انتي متحمسة يا ياسمين؟ بصي، انا عاوزاكي تبقي شاطرة كده وجامدة وتركزي كده مع المدرسين، واول ما تخشي الفصل اتعرفي على زمايلك. يلا بقى عشان تيجي معايا. حاضر يا روز. ازيكم يا بنات؟ ازيكم؟ انتي اسمك ايه؟ اسمي ياسمين. انتي اسمك ايه؟
اسمي جميل جدا يا ياسمين. أنا اسمي توفى. ياسمين، أكلتي الأكل اللي أنا كنت مجهزهولك؟ إيه يا روز ده؟ هو أنت بتستهبلي؟ أنت ليه بتكلميني هنا في المدرسة؟ يا ستي أكلتهم. امشي بقى عشان محدش ياخد باله مننا. ماشي، روحي أنت، ربنا يوفقك في الامتحان. هي كانت عايزة إيه منك دي؟ مفيش يعني، كانت محتاجة فلوس وانا اديتها. طب خلي بالك بقى وما تديهاش تاني، لحسن انا عارفة الناس دي كويس، كل شوية بقى تقعد تطلب منك فلوس. ما تقلقيش، انا بعرف اتعامل معهم كويس. يا ياسمين، انا مش قادرة اصدق ان كل السنين دي عدت. انا مبسوطة جدا ان حفلة تخرجك اخيرا بكرة، وهتبقي دكتورة قد الدنيا. ألف مبروك على نجاحك يا ياسمين، أنا فخورة بيكي جدا. أيوة شكرا. إيه ده يا روز، انت رايحة فين؟ انت مش كنتي قايلالي انك اجازة بكرة؟ أنا جاية معاكي حفلة تخرجك يا ياسمين. انت بتهرجي صح؟ هو أنا عايشة طول السنين اللي فاتت دي وعمالة أكتب على صحابي واحكي لهم اني عايشة أحسن حياة، وأداري عليهم إن أنا أختي خدامة في المدرسة، علشان تيجي أنت في الآخر وتعرفيهم حياتنا؟ لا طبعا، عمري ما أسمح بكده. أنت مش هتبوظي شكلي قدامهم. معقول يعني بعد كل السنين دي وكل اللي أنا عملته عشانك بتستعري مني ومش عايزة تعرفي الناس إني أختك؟ هو كنت بشتغل خدامة عشان مين؟ مش عشانك وعشان تتعلمي وتكبري وتبقي اللي انتي فيه ده دلوقتي لما كبرتي واتخرجتي ما بقيتيش محتاجاني؟ شكرا يا ياسمين، شكرا على الرد الجميل. ما كنتش عارفة انك اخت جدعة كده. هو انتي هتذليني؟ انا اساسا ما قلتلكيش تصرفي عليا ولا تعملي اي حاجة. انتي اللي عملتي كل ده وجاية في الاخر بتعيريني. بقولك ايه، هو انتي ليه بتنكدي عليا في احلى يوم في حياتي؟ هو انت يا روز غيرانة مني ان انا بقيت دكتورة وانت خدامة؟ انا غير منك؟ لا طبعا، ده انا فرحانة عشان انت بقيتي دكتورة، وهو ده اللي انا كنت عايزاه من الاول. بس انا زعلانة انك نسيتي اني اختك. روز، انا مش عايزة اتأخر، ممكن تسيبيني امشي بقى؟ اتفضلي يا ياسمين. كده يا ياسمين بقى ده جزاتي على اللي انا عملته عشانك. ده انا حرمت نفسي من حاجات كتير جدا علشان انتي تبقي كويسة وتتعلمي وما تطلعيش زي خدامة في مدرسة. انا همشي بقى، اما اروح اشوف مين اللي بيرن الجرس. توفى، ازيك؟ اتفضلي. ايه ده؟ هو انتي بتعملي ايه هنا بقى؟ وفين ياسمين؟ مش هو ده بيتها برضو؟ ايه ده؟ هو انتي ايه اللي جابك هنا؟ قصدي هو في حاجة حصلت ولا ايه؟ لا مفيش حاجة، انا بس عمالة اتصل بيكي وتليفونك بقاله كتير غير متاح، قلت اجيلك اشوفك مالك. هو انا مش فاهمة، هي روز هنا بتعمل ايه؟ طيب روحي يا روز انتي دلوقتي، عادي متشغليش بالك. انا ساعات بجيبها هنا كده تنضف لي الشقة واديها قرشين بساعدها يعني وكده. ما انا استغربت برضو، تصدقي فكرة حلوة، ممكن اجيبها لي تنضف لي شقتي انا كمان. ماشي، تعالي يلا بس نقعد بعيد عن الكركبة دي. روز، احنا خلاص ما بقناش ينفع نعيش مع بعض في نفس البيت ده. مش معقول يعني كل ما اصحابي يجوا هنا هيلاقوكي قاعدة هنا وكل مرة اقول لهم انك بتنضفي لي الشقة. اكيد يعني مش هتفضلي طول الوقت بتنضفي الشقة. يا انت عايزة ايه يا ياسمين دلوقتي؟ عاوزاكي بقى تدوري لك على بيت تاني تعيشي فيه. ايه ده يا ياسمين، انت بتطرديني؟ هي وصلت لكده؟ ما تكبريش بقى الموضوع يا روز، احنا كبرنا وطبيعي يعني ان احنا ما نعيش في نفس البيت. ماشي يا ياسمين، خلينا افكر في الموضوع ده. يا سلام، قاعدة كده ولا على بالك كأنك غلبانة وما عملتيش اي حاجة. انت مبسوطة يعني دلوقتي ومرتاحة انك عرفتي كل اصحابي انك اختي؟ ليه عملتي
انت عارفة يا روز انا بكرهك قد ايه؟ انت طول عمرك بتغيري مني، عشان كده عايزة كل الناس تشوفني بصورة وحشة. انا مش عاوزة اشوفك تاني. وعلى فكرة بقى انا هسيبلك البيت وامشي كمان، ومش عاوزة اعرفك اصلا. دكتور ياسمين، انا خلاص جهزت المريض للعملية، فاضل بس حضرتك تجهزي. انت متأكدة؟ متأكدة يا دكتورة ياسمين انك عاوزة فعلا تعملي العملية دي؟ دي خطيرة جدا وممكن المريض يموت، دي فيها مجازفة كبيرة جدا، انت مش قدها. مين دي اللي مش قدها؟ طبعا هعملها، انا اساسا اشطر دكتورة هنا، وهفضل اشطر دكتورة وهتشوف. طيب ربنا يسترها. الحق يا دكتور، الحق، المريضة عمالة تنزف جامد، هتموت مننا. اعمل ايه؟ معرفش اعمل ايه. هعمل ايه دلوقتي؟ الست اكيد ماتت، والبوليس جاي دلوقتي عشان يخوني. انا لازم اهرب بسرعة. حضرتك دكتورة ياسمين؟ ايوه يا فندم. طب اتفضلي معانا بسرعة. ياسمين، هو ايه اللي حصل يا حضرة الضابط؟ الدكتورة عملت خطأ طبي. العملية كانت خطيرة على المريضة، وهي صممت تعملها بغرارها، ولكن لحسن الحظ الدكتور اللي كان معاها أنقذ المريضة في آخر لحظة. روز، أنا حاسة يا روز إن كل اللي بيحصل معايا ده بسبب إني كنت وحشة معاكي. ربنا جابلك حقك يا روز، أنا غلطت فيكي كتير وأستحق اللي يحصل لي. ما تقوليش كده يا ياسمين، أنا معاكي وهساعدك لحد ما تخرجي من المشكلة دي. بعد كل اللي أنا عملته معاكي ده يا روز هتساعديني؟ طبعا، انتي مش أختي بس، ده انتي بنتي كمان. يا روز، مين كان يصدق إن أنا ممكن أخرج من المشكلة دي على خير؟ الحمد لله، لولاكي أنا ما كنتش هطلع من المشكلة دي أبدا. أوعدك يا روز إنها هتبطل غرور وهتغير، وهعوضك عن كل التعب اللي انت تعبتيه عشاني، وعلشان ابقى دكتورة مشهورة كده. وانا فخورة بيكي دايما يا ياسمين.